السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبتين بكم مرة تانية طلبة الصف السابع. نبدو تو على بركة الله، نتوكل على ربي ونبدو في الدرس السادس lesson 6 اللي هو different schools. تمام. different schools اللي هي معناها مدارس مختلفة. كلمة different بروحها هدية معناها مختلف، و schools مدارس. تمام. فممكن نقول لك النقطة هدية school بروحها هيك معناها مدرسة، ولما نضيفوا الاس هدية متاع الجمع. هذه أول نقطة. تمام. درس بسيط سهل جدا. نبدو فيه واحدة واحدة. كتب لك هنايا باراجراف أو مجموعة فقرات. في إيه هنا شين كتب لي؟ كتب لي read and answer the questions. read and answer the questions يعني اقرأ وأجب عن الأسئلة. تمام. عندنا مجموعة أسئلة بعدين شوية حنلقاها، فركزوا معاي توا في القطعة هذه اللي بنقراها. ركز معاي كويس، في نقاط مهمة نبغى نتكلموا فيها. تمام. توكلنا على الله. كتب لك one afternoon يعني في يوم من الأيام في الظهر، تمام، أو في فترة الظهيرة، وإحنا نوهنا عليها يا من قبل إن afternoon اللي هي فترة الظهيرة أو فترة القيلولة. تمام. كتب لك هنايا ياسر was playing in the park. ياسر كان يلعب في الحديقة. ياسر was playing in the park. ولما تقرأ أي جملة مهما كانت الجملة، حاول قدر الإمكان أنك أنت تطلعها في أي زمن. فهنا مثلا أعطيني was playing كان يلعب. تمام. هذه في الماضي صح ولا؟ was في الماضي. ممتاز. تمام. وplaying لقينا ing معناها ماضي مستمر. فأنت تقدر من خلال الجملة تعرف أن الجملة هذه في أي زمن. تمام. بح. فإذا ياسر was playing in the park يعني ياسر كان يلعب في الحديقة. It was December and it was windy. It was December and it was windy. كان في شهر ديسمبر وكان windy يعني كان الطقس شني عاصف وفي رياح. تمام. Another boy was playing on a skateboard. في طفل تاني، الطفل تاني خيره كان يلعب على لوح تزلج. كلمة skateboard يعني لوح تزلج. He was playing alone كان يلعب وحيدا أو بمفرده. He was not from Libya هو لم يكن من ليبيا. تمام. Hello said ياسر. فياسر شن قال؟ قال hello. تمام. My name's ياسر أنا اسمي ياسر. Where are you from؟ فسأله ياسر، سأل الطفل قال له من وين أنت؟ يعني من وين أصلك؟ تمام. The other boy was from England. الطفل الثاني كان من وين؟ أو الصبي الثاني كان من وين؟ من إنجلترا. And his name was Simon. واسمه كان سايمون. تمام. My father works in Tripoli. فقال له والدي يعمل في طرابلس. He said. من اللي قالها؟ اللي هو سايمون. تمام. I am on holiday here. أنا في عطلة حاليا. On holiday said ياسر. فياسر قال له عطلة. تمام. فياسر قال don't you go to school يعني بمعنى علاش ما تمشيش للمدرسة. don't you go to school يعني بمعنى ألا تذهب إلى المدرسة. فرد سايمون قال له yes. said سايمون من اللي قالها yes أو نعم سايمون. but we have holidays now. وقال له ولكن احنا لدينا عطلة الآن. holidays in December. فرد هنايا اللي قالها هدية ياسر. هيا كتب لك ياسر قال له عطل في شهر ديسمبر. فسايمون explained معناه وضح. There are 3 terms in the school year in England. قال له عندنا 3 فصول أو 3 سيمسترات دراسية في العام الدراسي في إنجلترا. The autumn term اللي هو فصل الخريف. The spring term اللي هو فصل الربيع. And the summer term. تمام. وفصل شني الصيف. فقداش عندهم تيرم توا؟ نحفظ قداش عندهم تيرم.
عندهم 3. تمام، عندهم قداش؟ عندهم 3. هي مهمة، تو نأشروا على الحاجات المهمة بعد شوية. هاي تمام، كملوا. فهنا يتكلم توا سايمون، قال students الطلاب have a fortnight's holiday يعني يتحصلون على عطلة أسبوعين at Christmas and 2 weeks holiday in spring، يعني يتحصلون على عطلة أسبوعين في عيد الميلاد وعطلة لمدة أسبوعين في الربيع. تمام. They also بالإضافة إلى أيضا have 6 weeks holiday in summer، ولديهم 6 أسابيع عطلة في الصيف. The school year begins in September. تمام، بمعنى السنة الدراسية تبدأ في شهر سبتمبر اللي هو شهر 9. And we have 1 week's holiday in the middle of each term. قال عندنا أسبوع عطلة في نصف كل فصل. In the middle يعني في منتصف كل فصل. That's called half term holiday. وهذه ما تسمى بعطلة نصف الفصل. تمام. Simon added أضاف سايمون what about you، يعني سايمون سأل قال له what about you. تمام، فقال له هنايا فرد عليه ياسر. تمام، قال له we don't have terms، هنايا ما عندناش فصول. we have semesters. تمام، بمعنى عندنا شني سيمسترات. اوكي بقى. ياسر began some of our holidays are at the same time every year، يعني بعض من العطلات متاعنا في نفس الوقت في كل سنة. عندنا ال Independence Day اللي هو يوم الاستقلال for example, but other holidays are at different times، ولكن عندنا عطلات أخرى في أوقات مختلفة every year يعني كل سنة. عندنا قال عيد الفطر for example. فسأل سايمون هنايا قال what is عيد الفطر؟ asked سايمون. من اللي يسأل هنايا؟ سايمون. ممتاز. بح. تمام، تو نجاوبوا مع بعضنا الأسئلة. رقم 1 كتب لك how many half term holidays does Simon have in a year، يعني كم عدد الإجازات نصف الفصل اللي يتمتع اللي يتحصل عليها سايمون في السنة. تمام، قديش عندهم؟ عندنا 3 صح ولا؟ كانوا 3 terms. Which holidays are at the same time every year in Libya، يعني شنو هي العطلة اللي في نفس الوقت من كل عام في ليبيا في نفس الوقت at the same time. احنا أشرنا عليها هنايا. نعم، قمنا بالتأشير على هنايا. هندير لكم على إشارة بلون تاني. at the same time every year اللي هي شنو؟ الإندبندنس داي. فهذه إجابتها 3. السؤال الأول. السؤال الثاني الإندبندنس داي اللي هو يوم الاستقلال. Independence Day اللي هو شنو؟ يوم الاستقلال. تمام، بعد ممتاز. جي هنايا في بي قال لك make a calendar of your school year, talk about your school year to your class. يعني ممكن هذه وظيفة تندار مفروض الفصل ان كل واحد يكون عنده تقويم، والتقويم هذا يكتب مثلا في اليوم الفلاني في عيد الفطر، في اليوم الفلاني في رمضان، في اليوم الفلاني في يوم الاستقلال، وهكذا. تمام. بعدين هنا في سي قال لك now do exercise. خلينا نوضحه باللون الأحمر أوضح أحسن. قال لك now do exercise A، يبيك تدير تمرين A إلى حد تمرين D في pages في صفحات رقم 21 و22 و23 من كتاب الورك بوك. لما نقول لك كتاب الورك بوك يعني أنا نتكلم على شنو؟ نتكلم على كتاب الواجب اللي هو كتاب النشاط، يسمى بأكتيفيتي بوك صح؟ أو ورك بوك صح. تمام، نمشوا مع بعضنا توا لكتاب الواجب. تمام، نجو توا لكتاب الواجب صفحة رقم 21 page 21 lesson 6 اللي هو الدرس السادس different schools اللي معناها مدارس مختلفة. كتب لك هنا في A سؤال A read page 25 of your course book. read page 25 of your course book يعني اقرأ الصفحة
25 من كتاب الحصة وكتاب الفصل. and answer these questions. وقم بالإجابة على الأسئلة التالية. write short answers. شو معناها write short answers؟ معناها اكتب إجابات قصيرة. ممتاز. what season is it؟ شن كان الموسم؟ كان اللي هو شني winter، واللي هو معناها الشتاء. تمام. who is Simon playing with؟ سايمون مع من كان يلعب؟ كان يلعب بروحه، صح ولا؟ with nobody يعني مع ولا أحد. تمام. nobody يعني لا أحد. تمام، لأنه كان يلعب بروحه alone يعني وحيد بمفردة. تمام. who speaks first؟ من تكلم الأول؟ ما احنا كانوا عندنا زوج شخصيات، عندنا شخص اسمه سايمون، وكان عندنا واحد تاني اللي هو اسمه ياسر. اللي هو ياسر قلنا احنا عليه من ليبيا، وسايمون كان من انجلند. ممتاز. من اللي يتكلم الأول؟ ياسر. فالإجابة هنا ياسر. who speaks first يعني من تكلم أو من تحدث الأول، اللي هو من ياسر. تمام. who is on holiday؟ من اللي كان في عطلة؟ سايمون. سايمون كان في عطلة لأن أبوه كان يشتغل في ليبيا. تمام. نجول السؤال الخامس والسادس والسابع. كاتب لك what are the 3 parts of the school year in England called؟ شن كانوا يسموا أو ماذا تسمى الأجزاء الثلاثة للعام الدراسي في إنجلترا؟ تسمى باسم terms. شن نسموا فيها؟ terms. النقاط هذه مهمة. الدرس هدايا ممكن قبل أجيب لك السؤال هذا أو هذا أو هذا، فممكن أجيب لك الفقرات كلها. تمام، يعني واحد من الفقرات المهمة terms. ممتاز. السؤال السادس قال لك how many half term holidays does Simon have in a year؟ قداش كان عنده إجازات نصف الفصل اللي يمتلكها سايمون في السنة؟ كانوا 3. تكلمنا عليه. كانوا قداش؟ 3 يعني 3. how many weeks holidays does Simon have every year؟ قداش كان عنده أو كم أسبوع كان عنده من العطلة يحصل عليها سايمون كل عام؟ كانوا قداش؟ كانوا 13 يعني قداش؟ 13. ممتاز. ننتقل للصفحة اللي بعدها مع بعض. تمام. كاتب لك هنايا B. السؤال B. Look at page 25 again. انظر لصفحة 25 مرة ثانية. What kind of words begin with a capital letter؟ شن هي الكلمات اللي تبدأ بحرف كبير؟ Where do you need to add commas؟ وين المفروض نضيف الكوما؟ عندنا الكوما اللي هي زي الفاصلة. تمام، اللي هي هدية. Now write this paragraph correctly. الآن اكتب القطعة هذه بطريقة صحيحة. فهو عاطيني القطعة هذه، باهي القطعة هذه فيها أخطاء، في حاجات لازم نحطها كابيتل، وين نحط الكوما وهكذا. وهنا الصحيح مثلا هنا my parents، حرف الام بداية الكلمة شن تكون كابيتال لتر. شو معناها كابيتال لتر؟ معناها حرف كبير. تمام. ونحط بعدها شني؟ الكوما. my sister أمل، الأسماء تكون كابيتل. and I معناها وأنا. sometimes لاحظ حتى هنا كابيتل. go to London راح الحرف ال كابيتل. علاش كابيتل؟ لأن العواصم وكذلك المدن، العواصم وكذلك البلدان تكتب بحرف كبير. ممتاز. my parents, my sister أمل and I sometimes go to London يعني والدي وأختي وأنا، والدي وأختي أمل وأنا أحيانا نذهب إلى لندن in winter اللي هو في فصل الشتاء. ممتاز. بعدين we leave Libya in November and stay in England يعني نغادر ليبيا في شهر نوفمبر ونبقى في وين؟ في إنجلند يعني في إنجلترا. لاحظ أول حرف شو بيكون؟ كابيتل. تمام. كمل. ليبيا حرف ال كابيتل. نوفمبر حرف الN كابيتل. علاش؟ هذه لأنها بداية الكلمة، هذه لأنها بلاد. البلاد أول حرف منها شين تكون كابيتل، والشهور حتى هي أول حرف كابيتل. تمام. and stay in England نفس الشيء كابيتل. تمام، لأنها بلاد. for 5 weeks لمدة 5 أسابيع.
we بدينا من جديد، درنا فول ستوب، معناها بديت من جديد، صح ولا لا؟ أول حرف كابيتال. We always come back for Independence Day. يعني نحن عادة نرجع لأجل الإندبندنس داي اللي هو يوم الاستقلال، تمام؟ أو عيد الاستقلال. That's in December. هذا في شهر شنو؟ ديسمبر. درت نقطة. إذا نبدأ أول حرف كابيتال اللي هو حرف هداية تي، تمام؟ هو هدايا شنو؟ كابيتال، تمام. That's in December نقطة، معناها أول حرف شنو بيكون؟ كابيتال. This year it was on Wednesday. تمام. هذه السنة كان يوم الأربعاء. أيام الأيام زي مثلا يوم السبت، الأحد، الاثنين إلى آخره. الأيام باللغة الإنجليزية نبدأها بكابيتال لتر، حرف كبير. on Wednesday يوم الأربعاء، بعدين شن درنا هنايا؟ كوما. So we had a long weekend. وبالتالي تحصلنا على شني؟ عطلة طويلة. Wednesday حرف كبير نفس الشيء. Thursday حرف كبير لأنه يوم. and Friday حرف كبير، يعني يوم الأربعاء، يوم الخميس، ويوم الجمعة. ممتاز. إذا أنا إيش بنستفيد من هالقطعة هذه؟ عندك رقم 1 بداية أول ما نبدأ بشني؟ حرف كبير. ممتاز. رقم 2 البلدان وعواصم البلدان خيرها حتى هي أول حرف منها يكون كابيتال. 3 الأيام أول حرف يكون كابيتال. تمام. فهيك عندك حرف كبير في أول جملة، البلدان أول حرف كابيتال، العواصم زي مثلا تريبولي أول حرف كابيتال، تمام. عواصم البلدان. وعندنا شني كذلك الأيام أول حرف منها شنو يكون؟ كابيتال. ممتاز. تو نجو هنايا شن كاتب لك؟ قال لك هنايا سي read and complete أقرأ وأكمل this paragraph هذه الفقرة about the school year in Libya. تمام. The school year in Libya begins in. تمام. يعني شو معناها؟ يبدأ العام الدراسي في ليبيا في شهر شني؟ في شهر 9 اللي هو شهر شني؟ شهر سبتمبر. It is in two parts مقسم إلى جزئين called شنو يسموا؟ semesters. سيمسترات احنا نقوله، صح ولا؟ Between the semesters ما بين السيمسترات we have 2 weeks holiday نتحصلوا على شنو؟ زوز أسابيع عطلة. This holiday is usually in January. تمام. العطلة هذه عادة ما تكون شني؟ في شهر 1. We also have other free days ونتحصلوا كذلك على أيامات أخرى، تمام. free days يعني حتى تعتبر عطلات. Some are on the same day every year. البعض منها في نفس اليوم من كل سنة، اللي هو واحد منهم شنو؟ Independence Day اللي هو يوم الاستقلال أو عيد الاستقلال. For example قال لك على سبيل المثال others are at different times. الثانيات طبعا في أوقات مختلفة، زي عيد الفطر ما يتكررش كل سنة في نفس الوقت، تمام. هنا يكتب لك عيد الفطر for example. بعدين قال لك the longest holiday is in the summer. أطول عطلة أمتى؟ في السمر. اللي هو شنو هو السمر؟ اللي هو الصيف. It's about 12 weeks long. حوالي تقريبا 12 أسبوع، يعني طوله حوالي تقريبا قداش؟ 12 أسبوع، تمام. 12 weeks 12 weeks يعني 12 أسبوع. ممتاز. تمام. ننتقل توا لصفحة رقم 23 من كتاب الواجب. يلا مع بعض. هاي كاتب لك هنا دي write the words in the books. write the words in the books under the correct headings. تمام. أعطاني هنا مجموعة كلمات. أول شيء السؤال هذا مهم ولا لا؟ مهم، نعم مهم جدا. ممتاز. أعطاني هنا مجموعة كلمات، صندوق معبي كلمات، باهي سهلة وما فيش أي صعوبة. تمام. وهنايا أعطيني العطل اللي هي الهوليدايز، months اللي هي الشهور،
weather words كلمات اللي تعبر عن الطقس. seasons اللي هم الفصول السنة. و how often أو how often يعني كم مرة. تمام. أما أسهل منهم ما فيش. how often أو how often كم مرة اللي هم سميناهم احنا باسم adverbs of frequency اللي هم شن سميناهم ظروف التكرار معروفات. جي هنا مثلا عندنا كلمة always دائما صح ولا؟ autumn الخريف cloudy معناها مغيم. هنا عيد الفطر February أو February تمام اللي هو شنو شهر 2 شهر فبراير. half term January اللي هو شهر 1. July Independence Day يوم الاستقلال. never March October. often rain snow sometimes spring summer sunny usually weekend windy winter. سهلات. فبسيط جدا. العطلات عندنا عيد الفطر، عندنا هاف تيرم اللي هو نصف الفصل الدراسي، عندنا الاندبندنس داي اللي هو عيد الاستقلال، وعندنا الويكند اللي هي عطلة نهاية الأسبوع يعني يوم الجمعة ويوم السبت. الويكند هنا يقصد بها شنو؟ عطلة نهاية الأسبوع اللي هو أما يوم جمعة وسبت صح ولا؟ ممتاز. هنا عندنا الشهور، عندنا فبراير اللي هو فبراير، عندنا جانوري يناير، جولاي يوليو، مارش اللي هو مارس، وأكتوبر اللي هو أكتوبر. تمام. كلمات على الطقس. لو الطقس مغيم شو نقولوا؟ cloudy. rain معناها ممطر تمام أو في مطر. snow اللي هو معناه في ثلج. sunny مشمس. windy يعني عاصف وفي رياح. ممتاز. كم مرة و how often أو how often هو بالadverbs و frequency ظروف التكرار. اللي عندك هنا always شو معناها؟ دائما اللي هي 100% معناها تمام. عندنا never أبدا اللي هي 0%. عندنا often اللي هي معناها غالبا. عندنا sometimes اللي هي أحيانا، وعندنا usually اللي هي شني؟ عادة. ممتاز. وهنا يبي فصول السنة اللي معروفات جدا. عندنا autumn اللي هو الخريف، عندنا spring اللي هو الربيع، عندنا summer اللي هو الصيف، وعندنا winter اللي هو الشتاء. واللي فيما سبق احنا قلنا شني؟ نحفظوهم كويس. تمام. فهم انا من قبل قلت لكم احفظوهم كويس. تمام. اهم حتى هم نفس الشيء قلت لكم احفظوهم كويس. تمام. حتى هذو مية طبعا قلت عليهم. تمام. تقريبا كل شيء قلت عليه. فقط الزيادة اللي تو لقيناها زايدة اللي هم الهوليديز هم حتى ما نبيكم تحفظوه. باهي. فهم بسيطات يعني احنا عندنا عيد الفطر ونصف السنة وعيد الاستقلال وعطلة نهاية الأسبوع. ممتاز. بهيك الحمد لله نكون انتهينا من الدرس السادس بالكامل. تمام. بارك الله فيكم على الاستماع. نتلاقوا إن شاء الله مع بعضنا في الدرس السابع.